السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هيكون اول فيديو لسلسلة تعليم الباترون. باذن الله نمشي الخطوات واحدة واحدة مع بعض لحد ما نوصل للاحتراف باذن الله. عندي هنا اهم 10 مقاسات عشان نرسم اي باترون، تمام زي ما انتم شايفين كده. ويا ريت نمشي بالترتيب اللي انا هقوله بالظبط. خلاص كده. طبعا المقاسات اللي انتم شايفينها دي مقاسات المانيكان دوت. فانا كتبتها خلاص كده، وهنعرف مع بعض ازاي ناخد المقاسات برضو في باقي الفيديو. بس دلوقتي هنبدأ. احنا بنحتاج حاجة اسمها عرض الظهر، وهنعرف بناخده ازاي على المانيكان، تمام كده. والطول للوسط وهو 35، دي مقاسات المانيكان دوت. الطول الكلي، دوران الصدر، دوران الوسط، ودوران اكبر حجم، وطول الجنب. خلاص كده. ده الجزء الخاص بالكورساج من فوق، خلاص كده بدون كمام. الكم بقى او الدراع بنحتاج طول الكم، دوران الكم، ودوران الاسوره. والاسوره هنا عندي نوعين، اسوره لكرة واسوره عاديه، تمام كده. هنا بقى في شويه الارقام وشويه الملحوظات اللي مكتوبه دي عايزين نفهمها. انا عندي هنا عرض الظهر بيقول ايه؟ هنا الرقم عندي بتاع المانيكان ده طلع 37، خلاص. فانا عندي هنا ملحوظه بتقول عرض الظهر لازما يكون عدد زوجي، يعني هو لو 37 زي كده انا هخليه 38. خلاص كده. وهنعرف ليه بعدين واحنا شغالين مع بعض ان شاء الله لما نيجي نرسم الباترون. يبقى اول ملحوظه ان عرض الظهر ده لازما يكون عدد زوجي. تاني حاجه، عرض الظهر بيتقسم مره على الاتنين ومره على التلاته. خلاص كده. طب ليه بيتقسم مره على الاتنين ومره على التلاته يا سناء؟ هنعرف مع بعض واحنا شغالين، تمام. هنا عندي الاطوال مفيش اي مشكله فيها. عندي الدورانات، دوران الصدر والوسط ودوران اكبر حجم، خلاص. دي ملحوظه تانية بتقول ان احنا بنزود لهم 4 سنتي على اي مقاس من الثلاث دورانات دول. خلاص كده بنزود 4 سنتي، وبعد كده بنقسم على 4. تمام. لحد هنا كده مفيش اي مشاكل. عرفنا العشر مقاسات، عرفنا الارقام بتاعتهم عشان نبقى ظابطينها ونطلع مقاسات مظبوطه بنعمل فيها ايه. وطبعا التفصيل هيبقى اكتر لما نيجي نشرح مع بعض. دلوقتي هنيجي نعرف طريقه اخذ المقاسات على المانيكان اللي انتوا شايفينه. المانيكان معانا اهو. هناخد اول مقاس وهو عرض الظهر، وده بيكون من عظمه الكتف اليمين لعظمه الكتف الشمال، تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه. وجاب معايا 37 زي ما قلنا. بنخلي المقاس ده بيكون زوجي، تمام. تاني حاجة هناخد الطول للوسط، وده بيكون من عند عظمة الرقبة كده، تمام، لحد الوسط اهو. من عند عظمة الرقبة لحد نهاية الوسط معايا، تمام اهو 35 سنتي، تمام كده. هنيجي لتالت حاجة وبنحتاج الطول الكلي. بنبقى واحنا زي ما احنا واقفين عند عظمة الظهر كده لحد طول القطعة اللي احنا هنفصلها. طبعا لو عايزينها للأرض هنقول مثلا 150، ده طول المتوسط، تمام. بعد كده هنبدأ في الدورانات. يستحسن ان الشخص اللي بناخد له المقاسات نكون واقفين بالجنب كده منه، ما نبقاش واقفين قدامه عشان ما نضايقش اللي قدامنا، واحنا كمان ما نكونش متضايقين. احنا بنقف من الجنب زي ما انتوا شايفين كده. وببدأ الف المزورة عند دوران الصدر او دوران الجزء العلوي من فوق، تمام. بلف المزورة، احاول تكون مظبوطة من الامام والخلف، تمام. ما يكونش فيه اي نزول ولا اي طلوع للمزورة اهو زي ما انتوا شايفين. 89 دوران الصدر. هنيجي عند دوران الوسط. طبعا دوران الوسط لو احنا مش عارفين الوسط او لو في بطن قدامنا بنربط اي شريط وبينزل عند اصغر مكان في الجسم، تمام. هناخد دوران الوسط بدون اي زيادات. انا كده شغالة معاكم بدون اي زيادات خالص، تمام. واداني 79، تمام كده دوران الوسط. طيب دوران اكبر حجم، بلف المزورة حوالين اكبر حجم او مكان الهنش، تمام، مرورا باعلى منطقة في الهنش بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت.
خلاص. بس في الحته دي انا مضطره اجيب المانيكان قدامي كده او الشخص اللي انا باخد له المقاس، تمام. لان انا هنا في تركايه بقى، بس دي لازما كنت اقولها معاكم، تمام. انا دلوقتي بعد ما اخد مقاس اكبر حجم، تمام، وهو 93 زي ما انتوا شايفين، خلاص. وانا واقفه في نفس المكان ده، او انا اخدت مقاس اكبر حجم، خلاص، بروح مزوده 4 درجات. يعني انا كان المقاس 93 هيبقى معايا 97. طب ليه ال4 سنتي دول البراح بتوع الحركه. يعني انا لو بعمل عبايه او فستان وهو المقاس زي ما انتوا شايفين كده، تمام، على 93، لما هيجي البنت تيجي تقعد او تتحرك بالفستان مش هتعرف تتحرك، خلاص. فانا مش هقول ال4 سنتي اللي هزودهم في الدوران هم دول كفايه، لا طبعا ما ينفعش. فانا غير ال4 سنتي اللي بيتزودوا في الحسبه بتاعتنا، زي ما انا واقفه كده بروح عدى بعد ال 93 94 95 96 97، ابقى انا زودت ال4 سنتي دول براح عشان البنت او الشخص اللي لابس القطعه يقدر يتحرك فيها، تمام كده. دي كده كانت اهم المقاسات اللي احنا خدناها مع بعض. اول 7 مقاسات بس فاضل لهم طول الجنب، وطول الجنب ده باخده من الوسط لحد دوران اكبر حجم، خلاص كده، او اعلى حته في المنطقه بتاعت اكبر حجم. وعشان تبقوا عارفين هو يعني ايه 80% او 90% من سيدات مصر هو طول دوران الحجم، طول الجنب عندهم 20 سنتي، خلاص. بس مش هنعتمدها، محتاجين نقيس، لان في ناس ممكن يكون دوران الجنب طول الجنب عفوا اقل من كده، او ممكن يكون ازيد من كده طبعا للناس الطوال، تمام. فانا لازما اخد المقاس برضو بتاعها حتى لو انا عارفة ان الشخص اللي قدامي ده طول الجنب عنده 20، خلاص كده. دي كده ال7 مقاسات اللي احنا خدناهم مع بعض. فاضل لنا 3 مقاسات اللي هم بتوع دوران الكم وطول الكم والاسوره، بس دول لازما ناخدهم على شخص، لان مش هينفع في المانيكان لازما الايد تتحط بشكل معين على الجسم عشان اعرف اخد منها المقاس كويس، عشان يديني كم مظبوط، ما يكونش فيه ترهل، ما يكونش طويل، ما يكونش قصير، ما يبقاش فيه اي مشاكل. وفي نفس الوقت الاسوره بتحتاج برضو اخدها بشكل معين، تمام كده. فدول هاخده لكم على شكل طبيعي او على انسان او على حد حقيقي، يعني عشان تشوفوا ال3 مقاسات دول احنا بناخدهم ازاي مع بعض. ده كده كان فيديو النهارده. يا ريت تسجلوا المقاسات دي عندكم، او تسجلوا مقاسات اي حد، بس تسجلوا الخطوات اللي احنا بنمشي عليها، تاخدوا المقاسات بنفس الطريقه اللي انا قلت عليها، تمام كده. طبعا الحصه الجايه او الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتكونوا مجهزين ورق الباترون اللي هنرسم عليه، خلاص كده. وانا افضل ان انتوا تجيبوا ورق متر زي ده عند اي حد بيبيع مستلزمات الحلويات، الاكياس يعني، وحاجه الحلويات والحاجات دي والتغليف، تمام. بيكون عنده الكيلو بحوالي 50 جنيه، بيكون اوفر من ان انتوا تجيبوا ورق باترون حاليا. الفرخ على الاقل هيعدي معاكم، لو هنقول لوح هيخش في 10 جنيه 15 جنيه الفرخ. طب ورق الباترون، الورقه الفرخ الواحد ممكن يعدي ل20 25 جنيه، يبقى الورق ده هيغنينا شويه وهيكفينا ويقعد معانا شويه حلوين، تمام. يا ريت نجهز الورق نجهز المزوره، قلم وورقه، تمام كده، مش محتاجين اكتر من كده، او ورق قلم وكراسه يعني، عشان نبدا نسجل المقاسات بتاعتنا عليها، تمام كده. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو، ولو حابين نكمل في السلسله دي برضو عرفوني عشان اكون متشجعه واقدر انزل لكم فيديوهات اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.